تحسش بالدنيا. تخيل تقول كلمة بالإنجليش وتتفهم منك بطريقتين مختلفين تماما. يلا بينا نشوف. عندنا النهاردة 3 كلمات مهمة جدا: pat وlie well. أول حاجة عندنا pat، المعتاد إن احنا عارفين إنها بمعنى خفاش أو طوال. For example, I saw a bat at night، يعني شفت خفاش بالليل. كمان ممكن تيجي بمعنى مضرب. For example, he hit the ball with a bat، معناها ضرب الكورة بالمضرب. تاني كلمة عندنا هي كلمة well، المعتاد إن احنا عارفينه إنها بمعنى كويس. For example, I'm feeling well، يعني أنا أشعر إن أنا كويس أو أنا تمام يعني. تاني حاجة ممكن تيجي بمعنى ده. For example, there's water in the well. There's water in the well بمعنى في مية في البير. آخر كلمة هي كلمة lie، بتيجي بمعنيين. أول حاجة بمعنى يكذب. For example, don't lie to me، ما تكذبش عليا. تاني حاجة بمعنى يستلقي. For example, I lie down for a bit، هستلقي شوية. يعني كلمة واحدة بالإنجليش ممكن تخدعك لو ما فهمتش السياق. ايه أكتر كلمة لخبطتك؟ اكتبولي في الكومنتس. That's all about it and see you later.